الو. ايوه يا بابا، انت فين؟ يا بنتي، ما هو انا لازم اروح المديريه الاول علشان اعرف. يا سلام يا ليلى، هو انا يا حبيبتي عمري خبيت عنك حاجه؟ المهم انت بس تاخدي بالك من نفسك لغايه ما اجيلك. طيب بقولك، اقفلي دلوقتي عشان معايا ويتنج. ايوه يا ايمن. مين قال لعصام يحقق معاه؟ مفيش حاجه اسمها هو اللي جابه، احنا هنلعب. اسمع يا ايمن، انزل له دلوقتي وقول له يبعت الواد على الحجز لغايه ما اجي. يا ابني افهم، انا ما بحبش الطريقه دي، احنا مش ماسكين نشال. انا جاي على طول، يلا سلام. ما تشهل شويه يا مصطفى. حاضر يا فندم. زوغ حتى من اي شارع جانبي عشان تتفادى الزحمه دي. حاضر يا فندم. كشف زياد. عظيم. ده كويس مش وحش، كويس ازاي بس يا فندم؟ لانه عرفنا ان الواد ده مش سهل. بالعكس، باين عليه عيل ذكي ولماح ومركز قوي، وده معناه ان طريقتك معاه عمرها ما كانت هتوصلك لحاجه يا سي عصام. يا باشا واد زي ده هيتعبنا قوي لحد ما نطلع منه بحاجه. هنشوف. باشا معلش بعد اذن سيادتك يعني، مش في احتمال ان الواد ده يطلع مش هو؟ في في ازاي يا فندم؟ انا متاكد ان هو. ايه اللي تحت ايدك من ادله يخليك متاكد ان الواد ده هو اللي ارتكب الجرائم دي كلها؟ يا باشا ما انا قلت لك سيبهولي وانا انطق لك امه. يا اخويا ما هو كان في ايدك. جرى ايه يا حسام؟ ده انت ما عرفتش تخليه يفتح بقه بكلمه واحده. يا باشا انا لحقت اعمل حاجه؟ انا يا دوب لسه بقول يا هادي ايمن بيدخل اخده مني. ما تقلقش ما تقلقش، هرجعهولك تاني. بس دلوقتي انا عاوز اشوف ام الواد ده. ماشي يا باشا. معايا زياد. يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني، يا ترى بيعملوا فيك ايه؟ اللي هيخليك هطمن على ابني. قبضوا على ابني من غير سبب والله. ابني بريء، هدخل بس اطمن عليه. ما ينفعش يا امي، في ناس اعلى مني ورا مني. اعمل معروف يا سعاده البيه، الله لا يسيئك. ربنا يخليك، هدخل اطمن عليه واشوفه بعينيا بس. هو ابني ما عملش حاجه، ايه اللي هيخليك تسيبني ادخل له؟ لا يخليك تسيبني اشوف. سيب الحاجه تخش. تعالى يا حاج. إلهي ربنا يكرمك ويخليك. ابني بريء والله يا سعادة البيه، ما عملش حاجة خالص. ابنك مين يا حاج؟ ابني نادر اللي انتوا قابضين عليه جوه، بريء وما عملش أي حاجة. طيب ما تقلقيش، لو كان بريء هيسيبوه. ما قلقش ازاي؟ مش حضرتك عندك عيال برضو؟ يا باشا بقول لك مش هو، اكيد مظلوم. ده ابني ياما شاف ظلم، هو ناقص يا ربي. طيب قولي لي يا حاجه، انت تعرفي حد من الستات دول؟ لا والله العظيم ابني لا يمكن يعمل كده، حتى اسألوا عليه كل الناس اللي يعرفوه. ما هو احنا كمان مش قابضين عليه افترا يا حاج، احنا عندنا ادله، وكل الادله بتقول ان هو اللي خطف الستات دي وقتلها. يا مصيبتي، وهو هيعمل كده ليه بس؟ اهو السؤال ده انا عايزك انت اللي تجاوبيني عليه. انا ما اعرفش حاجه. طب انت ما لاحظتيش عليه مثلا انه كان متغير شويه في الفتره اللي فاتت؟ ابدا يا باشا. وهو عمره ما راح لدكتور نفساني؟ ده انا ابني مخه يوزن بلد، اكيد انتوا اللي غلطانين. احنا مش غلطانين يا حاج، انا بقولك عندنا ادله. للاسف بقى انه هو اللي مش عايز يساعد نفسه ولا يساعدنا. طب خليني اشوفه وانا اخليه يقول لسعادتك كل اللي انت عايزه. يا ريت، بس ما اظنش هتقدري تشوفيه قبل ما يخلصوا معاه التحقيق. خليني اشوفه يا باشا، ابوس ايديك خليني اشوف. هنشوف. كنا ضغطنا يا باشا على الولايه لحد ما حكت لنا ايه الحكايه. الست قلقت على ابنها يا عصام وقررت انها تحميه. لو كنا ضغطنا عليها اكتر من كده
كان ممكن تخترع لنا اي حكايه والسلام. بس احنا كده يا باشا ما كسبناش اي حاجه من مقابلته لامه. لا ازاي بقى يا ايمن؟ عرفنا ان الولد ده وراه سر، وان السر ده مرتبط بواحده، ومهمتكم انتوا بقى انكم تعرفوا مين الواحده دي وايه هو السر ده. الو يا سمير بيه. لا احسن الحمد لله. طيب يا اخي وصلني بيه، ده الوزير. ربنا يستر يا باشا. مساء النور يا فندم. الله يبارك في سعادتك يا فندم. يا فندم احنا لسه يا دوب قابضين على الولد ومحتاجين شويه وقت. طب ودي انا هعمل لها ايه سعادتك؟ حاضر 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 يا فندم، انا هتصرف. مع الف سلامه سعادتك، مع الف سلامه، مع السلامه. سلام. خير يا باشا. الست المذيعه دي مهيجه الدنيا علينا في البرنامج بتاعها. انهي مذيعه دي؟ مفيش غيرها اكيد، نهال مفيد. ادي سعادتك اللي واخدينه من حريه التعبير والكلام الفاضي ده. بقول لك يا ايمن، يا باشا. انت تعرف توصل للست دي؟ طبعا سيادتك عارف. طيب اوصل لها وخليها تكلمني في الاستراحه دي اللي بياخدوها في نص البرنامج. تمام يا باشا. باشا قصد حضرتك الفاصل. الفاصل ولا الاستراحه يا عم زياد؟ ادي زفت والسلام. ماشي يا باشا. افتح لنا بقى التلفزيون. ايه يا كريم؟ بص يا ابني، هو السفاح ولا مش هو؟ ده السؤال اللي بيسألوه الناس لبعض. مش يمكن يكون مظلوم؟ مش يمكن يكون كبش فدا للتقصير والإهمال، ولا الموضوع كله فيلم عشان الناس تنسى مشاكلها الحقيقية؟ الكلام كتير والحقيقة بتضيع. ودلوقتي هسيبكم مع تقرير عن ردود فعل المواطنين في الشارع على الخبر. اللي هو عادل على التليفون. هو طلب اكلمه؟ يظهر ان الشغل اللي احنا عملناه وجعهم قوي. طيب اكلمه. اطلب لحضرتك دلوقتي؟ لا اتقل خلاص، انا هقول لك امتى. طيب حاضر يا استاذ. والله يا ابني احنا غلوبنا ساعة يقولوا مسكناه، لا مش هو، محدش عارف الحقيقة فين. أنا عن نفسي هحبس بناتي في البيت لحد ما يتأكدوا إنه هو. سفاح مين بس؟ أنت مصدق إن في حاجة اسمها سفاح أصلا؟ دي حاجة كده زي استدعاء واختراعها عشان يلهوا الناس بيها. والله يا باشا احنا مع الشرطة وواقفين معاها عشان مصلحة البلد، بس الواد اللي أنا شفت صورته ده شكله طيب وابن ناس، مش بتاع الكلام ده. ده المعد بتاع البرنامج يا باشا. رد عليها يا ايمن، خلينا نشوف اخرتها. تمام سعادتك. الو. ايه يا كريم؟ طيب ماشي، خليك معايا ثانية واحدة. يا باشا. الو. ايوه يا سيدي، معاك اتفضل. ألو سيادة اللواء؟ يا مدام نهال. أيوة يا فندم معاك. معانا على التليفون اللواء عادل هلال مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، هيطلعنا على آخر المستجدات. أيوة يا فندم، حضرتك معايا؟ ايوه يا فندم معاك. سيادة اللواء تحب تقول إيه الملايين المصريين اللي بيسمعوك دلوقتي عشان تطمنهم؟ اولا احب اقول انه مش دور الاعلام انه يشكك في كل شيء ويفسد عمل الاجهزه الامنيه. انتوا كده اللي بتقلقوا الناس. يا فندم أنا مش فاهمة حضرتك ليه عصبي كده؟ يعني لما انتوا كوزارة الداخلية مش عارفين تطمنوا الناس، يبقى الإعلاميين يطمنوهم، دي شغلتنا. ما بيتهيأليش إن احنا غلطنا في حاجة. مين قال بس ان احنا مش فارق معانا اننا نطمن المواطنين؟ والله لو حضرتك مهتم قوي انك تطمنهم اتفضل طمنهم، الا لو ما عندكش حاجة تطمنهم بيها. من فضلك يا مدام نهال، مفيش داعي تقولي كلام على لساني انا ما قلتوش. حاضر يا فندم، بس يا ريت لو سمحت تجاوب على السؤال، هل الشاب نادر مصطفى كمال اللي انتوا قبضتوا عليه هو فعلا سفاح النساء ولا لا؟ الامور دي ما بتتاخدش بالطريقه دي يا مدام نهال. امال بتتاخد ازاي يا سيادة اللواء؟ ما انتوا من اقل من شهر قبضتوا على واحد وقلتوا هو ده السفاح، وبعدين طلع مش هو. هل المرة دي انتوا متأكدين ولا هنلف في نفس الدايرة تاني؟ احنا دلوقتي في مرحله التحقيق، ولما يبقى عندنا نتائج مؤكده هنعرضها على الرأي العام. واما انتوا ما عندكوش معلومات مؤكدة، قلتوا ليه انكم قبضتوا عليه؟ احنا اللي قلنا برضو؟ احنا ما قلناش حاجة خالص،
انتوا كاعلام اللي قلبتوا الدنيا من غير ما يكون عندكم معلومه واحده. ادينا بنكلم حضرتك عشان ناخد معلومات مؤكده. زي ما قلت لك يا مدام نهال، احنا في مرحله التحقيق، والشاب ده رهن التحقيق لانه مشتبه في انه هو اللي ورا جرايم الخطف والقتل اللي حصلت. طب وانتوا مشتبهين فيه على اساس ايه؟ والله انا مش مطالب اجاوب على اسئله تضر بسير التحقيقات. لما التحقيق يخلص هنعرض التفاصيل عليكم، والحد ده ما يحصل احنا عايزين نطمن المواطنين ونطالبهم ايضا باتخاذ الحذر اللازم. عن اذنك بقى عشان اشوف شغلي. امسك. هاتولي الواد ده من الحجز حالا. وجهزوا السلطان. وزي ما حضراتكم سمعتوا، محدش عارف حاجه في البلد دي. الداخليه بتقول خدوا بالكم، والولد المسكين اللي اتقبض عليه جايز ما يكونش له علاقه بالموضوع. من فضلكم كل واحد يخلي باله من نفسه. اشوفكم بكره في نفس الميعاد، وتصبحوا على الف خير.